مساكم الله بكل خير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهبت النبوة ولم يبقى إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصادقة يراها المؤمن أو ترى له. نعم، هذا هنا يعني كيف بدنا نعرف حالنا إنا على خير؟ مين اللي بده يقولنا في هذا الزمان إن إحنا على خير ولا لسنا على خير؟ من الذي يقول لنا إن أعمالنا صالحة ولا فيها شرك أو كذا؟ هل فهمتم لماذا هذه المبشرات؟ أن ليس بيننا نبي، وكلنا نجتهد وقد نخطئ، ولكن سبحان الله هذه المبشرات ماذا قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: تكاد رؤيا المؤمن في آخر الزمان لا تكذب، وإن رؤيا المؤمن جزء من 46 جزء من النبوة. أنا أتكلم بأحاديث صحيحة. نعم، ذهبت المبشرات، ذهبت النبوة لم تبقى إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصادقة يراها المؤمن أو ترى له. شو يعني ترى له؟ يعني واحد شوفها بحقك. نعم، هذا شاب من بلدنا، من دار أبو الهيجة، يا عائلة دار أبو الهيجة، أخ رأى هذه الرؤيا يوم الجمعة، صبيحة يوم الجمعة. هيك بيقول: نص رؤيا شيخنا محمد الحجازي. شيخنا محمد، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. هيك بيقول شيخنا محمد: السلام عليكم، حلمت أنك تطوف حول الكعبة، حوالين الكعبة، لابس أبيض، تطوف وتدعو إلى الله. بعثت لك نيالك شيخنا، يعني هنيئا لك شيخنا. قلت لي إن شاء الله الله يهديك. أفقت على الأذان الأول لصلاة الفجر. نعم، خير الرؤى هي قبيل صلاة الفجر. فهذه مبشرة. وأنا ماذا أفعل؟ أنا أدعو إلى الله، أنا أدعوكم إلى الله، أدعوكم لتوحدوا الله. فهذه رؤيا مبشرة. نعم، هي من عندنا، من الداخل، من عندنا، من البلد، من ضرب الهجة، شاب من ضرب الهجة. والله أعلم أقول شهيد. لا يعني نحسبه على خير ولا نزكي على الله. هاي رؤيا. ثم كانت في رؤيا قبل كم من يوم قلت لكم عنها، إنه بهذه المنطقة والله الذي لا إله إلا هنا. أنا حطيت فيديو، أنا هون حطيت فيديو هون بالضبط. رأيت يعني سهوت في المسجد بعد صلاة الفجر مباشرة. هنا بدي أنقل الكاميرا على نفسي، بس هنا رأيتها قبل صلاة الفجر مباشرة، يعني لا، بعد صلاة الفجر مباشرة. يعني سهوت، كنت أصلي على الرسول عليه السلام، سهوت فرأيت هر. هي الهر، لحظة بدي أطلع صورة الهر، يعني قط. هذا هو، يعني سبحان الله، هذا القط لا يشبه القطط التي عندنا. يعني هذا القط الذي رأيته، طلع عليه واقف بالضبط وين هاي هنا هيك رأيته أنا. سبحان الله، هذا القط والله لم أراه. بدي أحكي قصته هذا الهر. الصورة هيك على أساس بدي أشوف على الفضاء، ممكن على الضي أكثر، ممكن تصير الصورة أجمل وأضبط هيك. نعم، نتكلم عليه هذا شوي، هذا القط، لأن أنا رأيته في المنام رؤيا، والله الذي لا إله إلا هو. رأيته هنا بالضبط، هناك رأيته هيك، ثم ذهب هيك. أنا يعني هذا على أساس إنه تصوير صورة، ولكنه ذهب بالضبط هناك. هو كان واقف سبحان الله، شايف، ويقف بالضبط وين أنا أشير، يعني خطوة للأمام، ولكنه كان بهذيك الخطوة. هذا القط غريب، أول مرة بشوفه، رأيته فقط بالرؤيا. طيب ما دلالة هذه الرؤيا؟ رأيته وراحت، يعني قلت شو ممكن هذا يعني يكون هذا القط ولا شيء، راحت. في نفس اليوم المغرب، في نفس اليوم، يعني أنا رأيت هذا بعد الفجر، بعد صلاة الفجر رؤيا. في نفس اليوم في المغرب رأيت هذا القط عندنا هنا، يعني مو إياه شفته أنت، شفت القط أمامك عندي، والله الذي لا إله إلا هو. يعني لم أراه بعد ذلك إطلاقا، والله ما عدت شفته. يعني هاي الرؤيا صار لها تقريبا أسبوع، مش بتذكر، أسبوع يمكن. والله ما عدت رأيته إطلاقا البتة، هذا القط ما عدت رأيته. ولكن ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرؤى؟ أصدقكم حديثا أصدقكم رؤى. نعم، هذه هي المبشرات، هذه المبشرات. نعم، طلع هاي نص رؤيا. لا يعني الرائي، هي رائية من المغرب، من الجروب اللي تجمعنا فيه من أصحاب الشهادات مع أخونا محمد مجاهد، من أصحاب الشهادات للرؤى بحق أخونا محمد مجاهد. هاي الرؤيا طلع عليها. يعني المشكلة ده حاول أقرأها. طلع أول شيء بتقدر تصور الشاشة، أو بدي أوقف لك يعني تصور الشاشة، وبعدين بتقدر إنك أنت. هاي كانت في رمضان، في 23، بالتحديد ليلة 23 من رمضان، وهي تشهد تقول: والله على ما أقول شهيد. نعم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي الكريم محمد حجازي، هذه نص الرؤيا. رأيت في المنام كأني واقفة والوقت ليل، ظلام في ظلام، ما في أنوار، فرأيت نور يظهر من بعيد. قصدت المكان، قصدت المكان الذي كان منور من غير مصابيح. مش لابس النظارات أنا، لحظة. قصدت المكان الذي كان منور من غير مصابيح، كان هذه الإضاءة مسلطة عليك، يعني علي كانت مسلطة. وكنت شغال تجمع حبوب القمح من الأرض، يعني أنا كنت أجمع حبوب القمح عن الأرض. جاء في بالي إنها حسنات، يعني عمال أنا أجمع حسنات. فرحت وقلت ما شاء الله أخي، هذا أخي الغالي حجازي يشتغل بهذا الوقت، والذي أثار انتباهي إنك ما كنت تفلت أي حبة، ما كنتش أفلت أي حبة. انتهت الرؤيا، هذه الرؤيا في العشر الأواخر من رمضان، بالتحديد ليلة 23 من رمضان. الحمد لله رب العالمين. هاي رؤيا، هاي ثالث رؤيا. يعني انت تبين لكم من رمضان، احنا شرعنا في رمضان شوية، نرجع شوية للخلف، انا شوية ضوعت التواريخ هسه يعني. لكن الحمد لله، يعني الرؤى مبشرات تبشرك، فالحمد لله نحن على خير. نعم، استغفرنا الله وقايضنا الله، استغفرنا الله وقايضنا الله، استغفرنا الله. فأمطرت السماء في شهر 6، في شهر 6 أمطرنا الله. نعم، والإخوة أمطروا كلياتهم الذين معنا من المغرب ومن تونس ومن مصر ومن من اليمن. نعم، كلهم كلياتهم أمطروا. نعم. ما الذي حصل بعد ذلك؟ كانت في مقايضة. كل هذا العمل أنا شرعت فيه، سبحان الله، أنا كنت أعمل فيه ب 2015، ولكن لماذا عملته أنا ب 2022 عندما كثرت الأنعميات وجاء رمضان، سبحان الله. نعم، برمضان عندما كثرت الانتهاكات على المسجد الأقصى، الله يعذب. الله، بتعرف مين بيعذب؟ الله. أكثر الناس على وجه الأرض، يعني بيعذبهم مش عذاب، يعني يبتليهم هيك ويشد عليهم. الذين عرفهم الله بنعمه ثم أداروا ظهرهم لله. إحنا نعم، أنت يا أخي المؤمن المسلم، أنت المسلم المؤمن الذي أنعم الله عليك وأغدقك بنعمه، ثم أدرت ظهرك وتبعت شهواتك، فالله سوف يبتليك. أنا قلت قبل أن يبطش بك تب إلى الله. نعم، جاء رمضان وبدأت الانتهاكات وانتهاكات وانتهاكات وانتهاكات، لم يعني، وجاء عيد الأعلام تبع اليهود وانتهاكات. فما كان مني إلا أن قلت لكم خلينا نقايض الله بعمل صالح. فبدأنا أول شيء بسورة ياسين 40 مرة، ثم بعد ذلك قايضت الله على أن الله يحرر المسجد الأقصى ويرفع عن الغم عن الأمة، وأن يفرط يعني تنحل حكومة بنت وما يعود تقوم لهم قايمة بهذه الحكومات. انفرطت الحكومة بوقت قصير، انفرطت الكنيست. نعم، كل هذا حصل. نعم، هذه هي المقايضة. اللي بده يصدق يصدق، الذي أمطر السماء هو الله، والذي فرط الحكومة هو الله. ولا بده يصدق يصدق، ولا بدوش بلاش، هذا شأنك. نعم، نحن نؤمن ان الله لا تقيد قدرة الله، لا تقيد قدرة الله. الله يعطي، الله لا يخلف وعده. الله وعد المؤمنين في التمكين وبالنصر، ولكن المشكلة احنا عرفنا الله وأدرنا ظهورنا لله. عندما بدأنا نصلي كنا مبتلين، عندما كنا نصلي بدأنا نصلي كلياتنا. يعني ما الذي أتى بنا إلى الصلاة إلا إذا كان في من بيننا من هم يعني نشأوا على الصلاة، ولكن عندنا كثير منا يعني أخذوا الصلاة وهن كبار، يعني ابتلاهم الله فعادوا إلى الله، فأقبلوا إلى الله، فبدأوا بالصلاة بالقرب من الله، وبعد ذلك أعطاهم الله مسألتهم ثم أداروا ظهرهم لله. وهذا اللي أنا بقول لكم إياكم أن يبطش الله بكم، فإن بطش بكم سيكون المشوار طويل جدا جدا حتى تعودوا إلى النهوض، يعني لأنه ممكن يقعدنا، ممكن يكسرنا المولى عز وجل حتى نعود ونتوب إلى الله. نعم، هذه هي المبشرات، هذه إشارات من الله. شفتوا كيف في إشارات؟ شفتوا كيف إن الله متابعنا؟ يا أخي لا تقلل من أنت أهم شيء الله خلقه على الأرض. أنت أهم، خلق هاي الدنيا كلها لإلك. نعم، خلق هاي الدنيا ليعرفنا في محمد في عظمته جل في علاه. نعم، وقرن نفسه وقرن اسمه باسم محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، ولكنك أنت اللي موجود على الأرض. هذا كل شيء
كل هذا الجمال كله جعله لك، ولكنك أنت أبيت أن تأخذ هذا وتجعله تحت أقدامك، ولكنك جعلته في قلبك. فصرت تركض عشان تجيب سيارة، وصرت تركض بدك تعمر بيت 10 طبقات بدل البيت المتواضع يعني. الله يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني بارك الله في السيارة يعني الحسنة والبيت الواسع وكل هذه الأمور، صح، بس مش يعني مش إنك تضيع أعمال الصلاة وتضيع أعمالك وقربك من الله على حساب هاي الأشياء. ما تجعلها في قلبك يا أخي. نعم، لا تجعلها في قلبك، هذا أهم شيء، إنك أنت ما تجعل هاي الأمور في قلبك. هاي هي المبشرات. هنيئا للذين يتابعون، هنيئا، هاي المبشرات تدل على أنكم على خير. الحمد لله رب العالمين.